هي دي الأكلة اللي لو عملتها كل يوم ما اشبعش منها ولا من طعمتها، باستنى كده الموسم بتاعها من السنة للسنة علشان أعملها. عايزة أقول لكم إن أنا حرفيًا يعتبر كل أسبوع باعملها، من طعمتها وسهولتها، وعايزة أقول لكم ريحتها كده وأنتِ بتطبخيها بتبقى حرفيًا قالبة البيت كله ريحة حلوة، غير بقى اللحمة أو السمك أو الفراخ أو أي حاجة تانية بتاكليها، أنتِ في الأكلة ديّة هتاكلي وهتشبعي، وعايزة أقول لِك حلوة جدًا، كلها حرشة كده في بعضها وبتأكل وبتشبع، مع شوية بطاطس كده محمرين بطريقة حلوة جدًا، كمان طماطم مخللة مع بيضة كده. عايزة أقول لكم أكلة حلوة جدًا واقتصادية، وتنفع كمان لأزمات آخر الشهر، بس عايزة أقول لكم والله هي طعمها حلو جدًا. بس عايزة أسأل في البداية، في ناس كتير بتسميها مسميات تانية، أنا عن نفسي إحنا بنسميها كزبرية. لما بحثت كده عن الكزبرية لقيت إن الكزبرية ناس بتعملها بفول ناشف ده بصلصة كده، بس أنا بالنسبة لي ديت الكزبرية اللي هي أو الرز بفول أو الكشري الفول. جبت كده بصلاية وقطعتها وحمرتها لحد ما خدت اللون الذهبي أو البني الفاتح ده، نزلت عليها كده بكوبايتين من الفول الأخضر. عايزه اقول لكم لما تيجوا تعملوها نقوا الفوليه اللي تكون يعني ناشفه شويه محصحصه كده شويه، وبدات ان انا حطيت عليها بقى شويه من الكمون والكزبره والملح، ونزلت عليها بكده بحزمه من الكزبره الخضراء قطعتها، وشوحتهم مع بعض كده حوالي 3 4 دقايق، وبعد كده نزلت عليهم بالميه وسبت الفول بتاعي يستوي لحد 3 ارباع سوا، ظبطت الملح بتاعي، وبعد كده نزلت بكوبايتين من الرز مغسولين ومتصفيين، وبدأت أول ما تشرب كده هعمل كده حفرتين كده أو مكان أحط كده فيه البيض. عايزة أقول لكم بيديله طعم حلو قوي، والبيض كده بيستوي أو بيتسلق على البخار كده طول ما الرز بيتردد. وعايزة أقول لكم كلي بقى أحلى كشري فول كزبرية زي ما بتسميها، بس اعمليها بالطريقة ديت مش هتنسي طعمتها ولا حلاوتها، حلوة جدا اقتصادية بقى. تمشي معاكي أكلات آخر الشهر، حتى والله لو مش آخر الشهر، هي أكلة حلوة وشتوية، وكمان استغل موسم